بعد ما تجربي هذه الوصفه ماهوش راح يكون عندك مشكل تاع البسكوي رولي، راح تجربيه وراح يجيك ناجح وبزاف بنين. نبداو بالبسكوي. اول حاجه في ريسيبيون نديرو صفر بيض، رشه ملح والسكر، نخلطوهم مع بعض ونضيفوا لهم الحليب والزيت واللافاني، نخلطوهم كيف كيف ونروحوا نجيبوا المكونات الجافه اللي هما الفارينه والكاكاو والمايزينا، نغربلوهم كامل مع بعض ونخلطوهم حتى نتحصلوا على قوام متجانس. بعدها نروحوا نطلعوا لا مورينغ. في ريسيبيون واحد اخر نديروا بياض البيض، رشه ملح والسكر، ونطلعوهم حتى نتحصلوا على ان مورينغ حاكمه روحها. نعاودوا نرجعوا للخليط الاول ونضيفوا له هذيك لا مورينغ ونخلطوه من الفوق للتحت باش ما نهبطوش البيض اللي طلعناه. من بعد ما نكملوا كامل الكميه اللي عندنا نروحوا نجيبوا البلاطو تاعنا، نديروا له بابي كويسون وندخلوه يطيب على فرن مسخن من قبل 170 180 درجه. بعد ما طاب البسكوي نحيولو البابي كويسون ونغطيوه ونخليوه يبرد. بالنسبه لاكاناش في كسرونه نديروا لا كريم ليكيد مع الجلوكوز حتى يغلي، نضيفوه فوق الشوكولا ونخلطوهم مع بعض. بعدها نضيفوا الكميه الثانيه تاع الكريمه اللي تكون بارده، نخلطوهم مع بعض ونديروهم يبردوا في الفريجيدير. بعد ما تبرد لنا لاكاناش حوالي ساعه ساعه ونص، نديروها في لاكوف دو بيترا مع الماسكربون. الماسكربون هنايا راح ينقص لنا من الحلاوه تاع الكاناش، وثاني حاجه راح يخليه يطلع مليح وقوامه يجي ثقيل كما راكم تشوفوا. نروحوا دوكا للمونتاج تاعنا. البسكوي بعد ما برد نبيبيوه بالسيرو، من بعد نجيبو هنايا الفوغاج تاع الفرامبواز، تقدروا ديروه ولا تستغناو عليه. من بعد نديرو طبقه تاع لاكاناش نيطاليوها كامل هكا ونروليو البسكوي تاعنا، ومن بعد نخليوه يبرد حوالي ساعه نص ساعه على حسب الوقت اللي عندكم. انا هنايا بعد ما برد لي شويه قطعته سيت نسوي الشكل تاعو باش يجيني دائري. من بعد بديت نقلاسيه بالكلاساج غورمون، واكيد المقادير كامل تاع الوصفات تصيبوهم مكتوبين تحت الفيديو. الوصفه بزاف سهله، وفي الاخير كنت زينتها بلا غاناش مونتي وجات بزاف بنينه. ننصحكم انكم تجربوها.